رضا عبد العال ولا عاجبه العجب ولا الصيام في رجب، بيتريق على طوب الارض، ولا عاجبه لاعب ولا عاجبه مدرب. رضا عبد العال بيقول لك ان حسام حسن هيحقق بطولات مع منتخب مصر بعدد شعر راسه. طب يعني حسام ده رضا مثلا درب الزمالك في يوم من الايام، درب المصري، درب مثلا سموحه، درب فرق لا اسامي. انت ما شاء الله ضربت فرقتين درجه تانية ونزلتهم يلعبوا مع مراكز الشباب. هو رضا كده، رضا عنده مرض البط، بيفضل يجعجع ليل نهار. حسام ده رضا لو انت جيت اتكلمت على تاريخه هتلاقيه مثلا هداف تاريخ المنتخب مصر، وده اكبر منتخب في افريقيا. منتخب مصر ده اكبر منتخب في افريقيا، فده الهداف التاريخي بتاعه، فبيتشال على الراس. كمان حسام يا رضا امبارح الكاف بعت له دعوه لحضور نهائي حفل الاساطير في نهائي كاس افريقيا ما بين نيجيريا وكوت ديفوار. انا مش عارف هما ما بعتولكش ليه. انت راجل بتقول احسن 2 مدربين في العالم انت وجوارديولا. انا جوارديولا ماشي، يعني جوارديولا اصلا لو يعرف ان انت عايش هيبطل تدريب، والله العظيم 3 ممكن يلعب بيلي مسافات طويله لو جوارديولا عارف ان انت عايش. فالموضوع مع رضا عبد العال يا جماعه ما هو الا مرض، والله العظيم 3. رضا انت بيجيبوك عشان يضحكوا، انت فكاهي والله العظيم. وسيبكوا بقى من اصله كان حريف زمان ومحدش بيملي عينه في الكوره. يعني ايه محدش بيملي عينه في الكوره؟ يعني مثلا رونالدينيو ما كان حريف يطلع يقول على ميسي ما بيعرفش يلعب؟ يطلع يقول لك اصل ميسي بيشتغل الجمهور؟ هو ايه يا جماعه؟ هو ما كلنا يا عم حريفه، ما كل الناس حريفه. هو انت ما حدش لاعب كوره الا انت؟ وبعدين انت تاريخك، يعني عايز افهم هو تاريخ رضا ايه يعني؟ رضا بيتكلم على المدربين وعلى اللعيبه وعلى رؤساء الانديه وعلى اتحاد الكوره. انا شاكك ان رضا الكوره ذات نفسها، انت ما نفختش الكوره يعني يا رضا. اما تطلع تتريق على حسام حسن، يا نهار ابيض. فعلا يا جماعه الدنيا اتقل خيرها، اقسم لك بالله. حسام ده في مصر ما هيتعوض. انا من معاشيق حسام ابراهيم، انا متيم بيهم. انا مش بص، حسام اهلاوي، حسام زملكاوي، حسام بيشجع المصري. هو حسام عنده ميزه مش في حد، ان لا بيحب يخسر ولا بيحب شكله يطلع وحش. فتلاقيه مره يرفع القميص لجمهور الاهلي مثلا القميص الابيض، مره تلاقيه راح لجمهور الزمالك عمل لهم بتاعه حمراء، مره مع المصري يشتم الاهلي. هو حسام كده، هو حسام عنده ميزه مش في حد. حسام ما بيحبش الخساره خالص. حسام بيحرك الصخر، هات له لعيبه ميته ويحرك بقى الصخر. فاما انت للناس اللي قاعده معاك تسمح لك او يسيبوك ان انت تجيب سيره حسام حسن، هو العيب مش عليك. اولا العيب مش عليك، لان انت محدش اصلا بياخد على كلامك. انت الناس بتجيبك عشان تضحك والله العظيم. وانت مثلا ما عندكش فكره اصلا عن التمريندي. انت دشيت دشه في كاس العالم في روسيا وقلت مصر مش هتاخد بونت من مجموعه السعوديه مثلا، وجت معاك. احنا ما يعني لو انت مثلا قلت على جيل ابو تريكه وزدان والناس دي مصر مش تاخد بونت من المجموعه، كان هيبقى شكلك زي الهباب. انما انت طلعت دشيت دشه عامله شبه الدشيش الخشن، اه والله، وقامت جايه معاك. فالموضوع مع رضا بقى شو، بقى واخدها بالصيت. ده فلان ما بيعرفش يلعب، ده مش عارفه مين، ده مدرب ايه. طب ما يعني طب انت ما بيجيبكش تدرب ليه؟ السؤال هنا. اما انت يا رضا لا حد لعب كوره زيك ولا في مدرب مالي عينك. انت حتى فرقه المصريه للاتصالات ما بتجيبكش ليه تتعاقد معاك تدربهم حتى عشان تنزلهم يلعبوا كره شاطئيه. ما هو انت الفرق على يدك ما شاء الله. جيت مسكت طنطا خليتها تلعب مراكز شباب، رحت مسكت البلديه كان بقى لهم 2 بونت ومش هيبقوا البلديه، كانوا هيبقوا اسمهم البلديه اللي بيعدوا بالعربيات يلموا الناس اللي في الشارع. ده على يدك، ده اللي احنا شفناه. انما انت كمدرب انت لا تصلح اصلا للتدريب. انت لا تصلح للتدريب. انت مهم بيجيبك تبقى قاعد على الكرسي وكرشك واصل له، بيقعدوا يضحكوا على الكلام اللي انت بتقوله عشان الحلقه تلم مشاهدات. انما انت اكتر من انك كده مش هتلاقي نفسك. اقسم لك بالله حد يتكلم على حسام ابراهيم في الكوره. ايه يا جماعه في ايه؟ ايه يا جدعان في ايه؟ النهارده الكاف بعت دعوه لحسام حسن عشان يحضر نهائي حفل اساطير، هيبقى قاعد في مكان لوحده كده مع اساطير افريقيا. انت فين من الكلام ده؟ انا ما شفتش حتى بعتولك في دريم بارك يقول لك تعالى اقعد هناك في دريم بارك مثلا، هنركبك الزحليقه ولا حاجه. انا ما بشوفلكش حاجه. فما تيجي تتكلم على حسام ابراهيم تتكلم عليهم عدل. والمفروض يا جماعه النهارده الاعلام حسام ابراهيم ده مطلب جماهيري،
ما يختلفش عليهم اتنين. كل جماهير مصر مبسوطه وفرحانه بحسام وابراهيم. المفروض محدش يطلع يتريق عليهم. سيبوا الناس تشتغل، سيبوا الناس تختار لعيب. على فكره حسام ما عندوش في الكوره، ما بيظلمش. حسام ما بيجاملش في الكوره خالص. عشان كده الناس كلها متفائله. قال لك اي لاعب محترف، اي لاعب محترف هيشيل منتخب مصر على كتافه هنشيله على دماغنا. انما اي لعيب هيتدلع، احنا ما عندناش دلع. والكلام ده معروف واصل لمين ومين الاتحاد الكوره اللي كان بيخبي عليه. خلاص الموضوع بدأ ينكشف. العالم كله بقى عنده كوره الا احنا. فاتحاد الكوره مش ملزم دلوقتي انه يرضي اشخاص على حساب الشعب، على حساب الجماهير بتاعت الكوره في مصر. احنا النهارده عايزين منتخب يا اخي. ده موريتانيا منتخب، الراس الاخضر منتخب، جنوب افريقيا منتخب. بص كل العالم، يعني الاردن راحت تلعب نهائي كاس اسيا قدام قطر، السعوديه طلعت واليابان طلعت وكوريا الجنوبيه طلعت واستراليا طلعت. نهائي كاس اسيا النهارده بتلعب ما بين الاردن وقطر. فكله بقى عنده كوره، هم مش ملزمين يرادوا ناس. فراحوا جابهم الاتنين دول. بدايه اصلاح الكوره في مصر ومنتخب مصر يبدا ينصلح حاله لما حسام هيمسك المنتخب. كله كان مستني اللحظه يتعلم فيها ان حسام وابراهيم هيمسكوا منتخب مصر. دول ما بيسموش على حد، ما بيسموش على حد. بيزعق، بيقعد يتخبط على الخط. هي لعيبتك عايزه كده، هي لعيبه منتخب مصر عايزه كده. احنا رحنا جبنا كروش ورحنا جبنا كوبر ورحنا جبنا برادلي، جبنا اللي بيدافع وجبنا اللي بيهاجم وجبنا اللي بيوقف الاتوبيس قدام الجون وما عرفناش نعمل حاجه. الحال كما هو عليه بقالنا اكتر من 9 سنين. الكوره ما بتتغيرش، الكوره ما بتتطورش. انا مش بقول لك ان حسام هيطورها، ان حسام هيغير شكل الكوره، لا. حسام هيزرع العدل، حسام هيزرع العدل. حسام ده ممكن يروح يجيب لك لاعب من الدرجه الثانيه تلاقيه في منتخب مصر وما تستغربش. اوعى تستغرب انا اما اجيب لاعب من درجه ثانيه يلعب في منتخب مصر ويبقى قلبه على المنتخب وبيحفر في الارض اكتر، احسن ما اروح اجيب لي واحد خايف على رجليه. ما اللي خايف على رجليه ده مش هيديك حاجه، ما تنتظرش منه حاجه. فالموضوع عند حسام ده بدايه الانصلاح، ده الجوهر الصغير بمعنى الكلمه. حسام ما بيعتمدش حد، ما بيشوفش حد. الكبير والصغير عند حسام صغيرين. سبحان الله. مش عشان هو مثلا بيتعالى، مش عشان هو شايف نفسه، لا، عشان هو ماشي بالعدل، بيدي كل واحد حقه. حسام من المدربين اللي لو هنا في مصر الناس بتخاف عليهم وبتحبهم كان درب الاهلي ومسك الاهلي ده وخد بيه بطولات وكسر بالاهلي الدنيا وبالزمالك كذلك. انما حسام وابراهيم طول عمرهم من افعالهم، فبتلاقي الناس مش متقبله الموضوع، الناس مش متقبلاهم وبيعملوا كوارث. ممكن يعمل مشكله في ماتش، هو حامي، هو دمه حامي. لا، اللقطه اللي ميدو حكى عليها بقول لك احنا داخلين اوضه اللبس لقيته في الحمام بيكسر الحمام. فحسام عنده حميه غريب. فالمفروض لما رضا عبعال يجي يتكلم على عمه حسام حسن يقوم يقف. انت بتتكلم على ايقونه يا عم، انت بتتكلم على ايقونه مصر. حسام ده مش صغير، حسام ده الهداف التاريخي الاكبر منتخب في افريقيا. انت فاهم يعني ايه؟ حسام ده مبطل كوره بقاله اكتر من 17 سنه وهداف تاريخي لمنتخب مصر اللي هو اكبر منتخب في افريقيا كلها. النهارده الراجل مسك المنتخب، انا مبسوط، مطلب جماهيري والناس كلها في الشارع فرحانه. بنطلب من الاعلام عدم مهاجمه حسام حسن. انت جبت راجل نسيبه يشتغل، نحاسبه في الاخر، حاسب حسام في الاخر، ما حاسبوش بالماتش، ما حاسبوش بالتغيير. ده الجهاز الفني المنتخب كله سعفان الصغير هو يا عم. الراجل اختارهم، الراجل اختارهم. شوف هيعمل ايه. ما يمكن الناس دي تروح لك كاس العالم وتلاقيهم مكسرين الدنيا في كاس العالم. الناس دي مش هتلعب. ما انت رحت جبت مدربين بفلوس ولهم اسامي وما عملوش حاجه، ما عملوش حاجه. ما تسيب يا عم الناس تشتغل. على الاقل الناس دي قلبها تبقى على مصر وقلبها على تيشيرت مصر، سيبهم. فدي طبعا انا عملت الحلقه دي مخصوص
ردا على دكر البط اللي بيطلع يتكلم ومش عاجبه الناس كلها ده. واتمنى ان الناس ما تسمعلوش انا يا جماعه والله العظيم. واي اعلامي يجيب حسام، يجيب رضا عبد العال، يا ايه بيتريق على حسام، يبقى العيب عنده هو. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، استنوني في فيديوهات جايه كتير.